معاكم مستر محمد شرنوبي. بإذن الله النهاردة معانا كبسولة هنتكلم فيها عن المفاصل بوجه عام، وهنتكلم خصوصا على المفاصل الليفية أو أول نوع عندي من المفاصل. طيب، تخلي بالك من نقطة مهمة ألا وهي أنواع المفاصل عندي، أو يعني إيه تعريف مفصل. لما أنا أجي أقول مفصل ده معناه إيه؟ هل ده معناه حاجة بتتحرك ولا لأ؟ ودوت اللي احنا محتاجين نسأله لنفسينا في الأول. هو المفصل ده حاجة بتتحرك ولا لأ؟ لأن كل معلوماتنا عن المفصل إن دي حاجة بتتحرك، ولكن تعريف المفصل في الأحياء عندي هو عبارة عن إيه؟ موضع التقاء عظمتين أو أكثر. وأول مفصل أو أول نوع من المفاصل عندي هقابله، لأن أنا عندي أنواع المفاصل 3 أو أنواع التقاءات العظام 3. طب ايه هما انواع المفاصل عندي؟ اول حاجه مفاصل اسمها ليفيه، ودي اللي هتكلم عنها في الكبسول دي. ومفاصل عندي اسمها مفاصل غضروفيه، ومن اسمها اكيد فيها غضاريف. وعندي مفاصل اسمها مفاصل زلاليه، وهنفهم كل واحده موجوده فين. ولكن النهارده تعال نتكلم عن مفاصل الليفيه. قال لي المفاصل الليفيه دي موجوده فين؟ قال لي موجوده بين عظام الجزء الخلفي من الجمجمة. طيب تعالى بص على الجزء الخلفي من الجمجمة اللي انا درسته قبل كده. هتلاقي دي الجمجمة، انا محتاج الجزء الخلفي، يعني هبص من ورا. هتلاقي ان انت عندك في الجزء الخلفي التسننات او الاسنان اللي مرتبطة عندها العظام. يعني مثلا في النقطة دي بنجمع عظمة، ودي التانية ودي التالتة، وكل عظمة ملتحمة مع التانية عند اطرافها المسننة. قال اللي بيحصل بقى في المفاصل اللي فيها هو عبارة عن ايه؟ ترسيب نسيج ليفي بين نهايات العظام عند الأطراف المسننة. وده اللي عندي بيسمح بعد كده إن النسيج ده مع العمر بيبتدي بقى يرسب كالسيوم، بنسميه بعد كده نسيج كلسي، إن هو بيرسب الكالسيوم، معدن الكالسيوم عليه، ويتحول إلى عظمي. يعني بيتحول لعظم في الآخر. يعني عدد عظام الجمجمة 8 اللي عندي دولت هو عبارة عن الالتحام للعظام بتاعتي اللي في الجنين. خلي بالك بتكون أكتر، تمام، وبيبتدوا يلتحموا مع بعض لحد ما يوصلوا لل8 اللي احنا عارفينهم دول. عشان كده قلت لك في الأول إن الجنين بيبقى عنده عظام أكتر، وده مثلا مثال لعظام ممكن يبقى عددها أكتر. يبقى تخلي بالك من النقطة ديت، وتخلي بالك من نقطة إن المدى الحركي بتاع المفصل ده لا يوجد، او مش موجود، مفيش حركة، لا يوجد حركة، لا تتحرك، عشان والله ما بتتحركش. يبقى دلوقتي ارجع للسؤال بتاعي اللي هو هل المفصل بيتحرك ولا لا؟ يبقى ده مش شرط عندي يكون بيتحرك. لا، المفصل عندي هو بس التقاء العظمتين زي مفاصل الجمجمة الليفية. هي عبارة عن ان بيترسب نسيج ليفي ما بين الالتقاء بتاع العظام، وقلت مع الوقت بيتحول معايا لنسيج نسيج عظمي. اشوفكم في الكبسول اللي جاية. ككل نهاية كبسول بالشفا.